بسم الله الرحمن الرحيم. القبض على شبكة تزوير شهادة الوارد بمطار بورت السودان. ألقت السلطات السودانية القبض على عدد من المشتبه بهم في شبكة تزوير شهادة الوارد IM والبوليسا بمطار بورت السودان الدولي، بينما فر سمسار التخليص الجمركي جيم ألف إلى الإمارات. كشفت الصحفية رشان أوشي أن الشبكة كانت تعدل بيانات البوليسات لتتفق مع نماذج مزورة، ما أدى إلى إهدار ملايين الجنيهات من عائدات الجمرك. وأوضحت أن باخرة سكر كانت السبب في اكتشاف عملية التزوير بعد رصد استمارة IM غير المطابق مع البضاعة المستوردة. أكدت المصادر أن لجنة تقصي حقائق اكتشفت 30 شهادة مزورة رغم اعتراف الوسيط لم تتخذ أي إجراءات قانونية حتى الآن. يذكر أن هذه العمليات تعرقل الرقابة المصرفية وتؤثر على إدارة النقد الأجنبي في السودان، بما يزيد من أزمة العملة الأجنبية. تحياتي.